في حديثه الأخير أثار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف جدلا واسعا بعدما أعلن أن الجزائر كانت على وشك التصويت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية قبل أن تتراجع بسبب الإشارة إلى السيادة المغربية في القرار. هذا التصريح يكشف التناقض الواضح في الموقف الجزائري، حيث يدعي النظام دعم الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية بينما يعارض الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. هذه التراجعات تبرز الاضطراب الداخلي في الحكومة الجزائرية، حيث يروج النظام لمواقف متضاربة. التناقض في التصريحات يعكس أزمة حقيقية داخل الحكومة الجزائرية، ما يضعف قدرتها على اتخاذ مواقف ثابتة وموحدة بشأن القضية. الجزائر من جهة تدعي دعمها للحكم الذاتي، ومن جهة أخرى ترفض الاعتراف بالسيادة المغربية، وهو ما يجعل موقفها على الساحة الدولية ضعيفاً. هذه التصريحات قد تساهم في عزلة الجزائر دولياً، خاصة في ظل دعم الدول الكبرى لمواقف المغرب في القضية. من جهة أخرى تبرز الدبلوماسية المغربية كعامل رئيسي في تعزيز موقف المغرب على الساحة الدولية، حيث نجح في الحصول على تأييد مستمر لمقترح الحكم الذاتي من الأمم المتحدة والدول الكبرى. الدعم الدولي لموقف المغرب في الصحراء المغربية يزداد، ما يضع الجزائر في موقف صعب مع تزايد عزلة موقفها.